هو ايه الاحجار المتشالة دي والصور المنتشرة لشكل الهرم الاصغر؟ وهو في علامة غريبة وبيتقال ان ده بسبب الترميم. الحقيقة ان الصور المنتشرة دي واللي فيها الهرم الاصغر ظاهر وفيه شق كبير مش بسبب اعمال الترميم خالص، ده ليها سبب تاني. استنى بقى لاخر الفيديو وهقولك عليه بالظبط. تعرف ان وقت بناء قدماء المصريين للهرم الاصغر كان متغطي اصلا باحجار الجرانيت؟ هو ده الموضوع الاساسي اللي بنتكلم فيه، وهي عملية الترميم واللي من خلالها هيتم اعادة شكل الهرم الاصغر اللي كان موجود قبل كده، اللي كان متغطي بغلاف من احجار الجرانيت، واللي بالمناسبة وقعت مرارا وتكرارا على مدار الزمن متأثرة بالزلازل، منها اللي استخدموه في اعمال بنائية تانية ومنها اللي لسه موجودة مكان ما وقعت. طب اعمال الترميم دي بقى هتتم ازاي؟ قالوا لك بقى هيحفروا في محيط الهرم الاصغر علشان يوصلوا للاحجار اللي وقعت، وده من خلال الوصول للمكان اللي كان المصريين القدماء فيه بيقوموا بعملية بناء الهرم، وده لان ما كانش حواليها رملة زي دلوقتي. المنطقة دي كانت عبارة عن طرق لتسهيل عملية البناء. المهم ان هم هياخدوا الاحجار دي ويبنوا بيها غلاف الهرم زي ما كان موجود زمان، وطبعا دي هتبقى معجزة حقيقية لو قدرنا فعلا نوصل للاحجار دي ونعيد شكل الهرم زي ما كان قبل كده. لكن مش نستخدم احجار جرانيت جديدة علشان نقدر نحافظ على التراث المصري اللي بدأ وابدع فيه المصريين القدماء. نيجي بقى لنقطة الشق اللي في الهرم الاصغر اللي قلت لكم عليها في اول الفيديو. الشق ده حصل بسبب ابن صلاح الدين الايوبي، واللي كان بيحاول يستخدم احجار الاهرامات الثلاثه علشان يبني مباني خاصه بيه، وبعد شهور من الشغل ما عرفوش يعملوا حاجه غير انهم يعملوا الشق اللي موجود في الهرم الاصغر اللي بنشوفه دلوقتي. وبالمناسبه ده اللي عمله برضه صلاح الدين الايوبي لما هدم 13 هرم علشان يبني القلعه والسور المحيط بيها. واللي ما تعرفوش بقى ان كمان محمد علي باشا كان بيفكر في نفس الفكره، وهي انه يستخدم احجار الهرم الاكبر في بناء القناطر الخيريه. ولولا بس نصيحه الخبراء لي ان احجار الاهرامات هتكلفه اكتر من احجار الجرانيت العاديه، كان استخدم احجار الاهرامات عادي. والحقيقه كل اللي بنقوله ده بيدل على ان حكام مصر في الحقبه دي من الزمن ما كانوش مهتمين بتراث مصر القديم، او يمكن لانهم ما كانوش مصريين اصلا، فما كانش عندهم الحته بتاعه الحفاظ على التراث المصري القديم اللي سابه لنا اجدادنا.